تخيل معايا كده لعيب طلب من فرقته ان هو يحترف، وان هو دي فرصته ودي فرصة عمره، وسافر بلد بعيدة جدا زي الدنمارك وبدأ يلعب وراح ونزل في أول ماتش بعد التعاقد معاه وجاب جول في بطولة أوروبا وكان أساسي مع فرقته. وبعد كام ماتش النتائج شوية اهتزت، فالفرقة غيرت أو النادي غير المدرب. لما جه مدرب جديد ما كانش على ثقة باللاعب دوت زي المدرب الأولاني، فما لعبوش قوي ثم تعور. تخيل السيناريو ده حصل بسبب ان الاهلي هو اللي عمل كده. هل انت مدرك ان اي حد يتخيل ان الاهلي يطلب من نادي في الدنمارك ان هو يجيب لاعب والمدرب مقتنع بيه ويلعبه اساسي ويجيب اجوال ويلعب في اوروبا ويكمل والفريق نتيجته تتهز والاهلي يخلي النتيجه تتهز ويجيب مدرب تاني ما يكونش على قناعه بيه واللعيب يصاب؟ هيعمل كل ده علشان يعمل كوبري يقدر يوصل بيه امام عاشور للنادي الاهلي؟ ده احنا كده نبقى يعني ايه، يعني جامد قوي. المهم ده اختصار الموضوع يا جماعه. الاهلي ما هواش الفرقه اللي توصل الموضوع ان هو يبقى كوبري بالشكل ده. الاهلي كل اللي حصل ان باختصار شديد جدا ان حمدي فتحي ساب الاهلي بعد ما عمل كل الانجازات معاه، ولما لاعب يوصلك ان انت يعمل لك كل حاجه ما تقدرش ترفض له طلب، فبالتالي الفلوس اللي راحت هنا راحت مدفوعه هنا. وهو كلاعب امام عاشور لو كان جاله عرض اكبر من فرقته اللي هي الزمالك او من بيراميدز ما اعتقدش ان هو هيروح الاهلي. ولكن الغاغه اللي حاصله دي سببها حاجات كتير قوي قوي قوي. ده اللي هنتكلم فيه النهارده في استوديو 1 2 محمد ثبات، ويلا بينا نشوف الحدوته. اتنين كبار من رموز النادي الاهلي هم فاروق جعفر واسامه نبيه، ابنائهم يعني سيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه هم نجوم او نجوم المستقبل في نادي الزمالك وموجودين في النادي من الناشئين. الاثنين نجوم دول في الشهر الاخير فرط فيهم، واحنا مش هنخش في القصص دي كلها، فرط فيهم وراحوا الاثنين بيراميدز. تخيل انت رد الفعل لما يبقى عندك لاعب ابن رمز في النادي عندك، واللاعب ابن هذا الرمز او ابن هذه الرموز متربي عندك ومعجون بفرقتك، وفي بدايه ما هو بدا ينضج وياخد اولى الخطوات الحقيقيه ان هو يكون لعيب درجه اولى، بيبدا يتسحب من ناديك دايركت مباشر يعني، ويروح لفريق تاني او يروح لنادي تاني يعتبر من ضمن الانديه او هو من ضمن الانديه المنافسه بشكل مباشر ليك. انت بتتكلم ان بيراميدز السنه دي هو الثاني والاهلي هو الاول والزمالك الثالث. السنه اللي فاتت كان الزمالك الاول، بيراميدز الثاني، الاهلي الثالث، فبالتالي هو مثلث المنافسه الحالي في الدوري المصري. فبالتالي الفرقه دي خدت منك اثنين ابناء رموز من ابناء النادي، واثنين نجوم مستقبل، واثنين بداوا ينضجوا ويحطوا رجليهم على الطريق الصحيح ولسه قدامهم مستقبل كبير جدا. تخيل هذه الصفقه ما عملتش كميه الغاغه والهليله والكلام اللي حصل ده كله من لاعب انت فرطت فيه، وحط بين قوسين بدون نسبه اعاده بيع، حاجه ما يعملهاش نادي في درجه رابعه. انت شايف الاهلي هو بيبيع حمدي فتحي ان انبي بياخد نسبه ومش عارف مين بياخد نسبه، ومحمد صلاح لحد دلوقتي كل ما بيتباع المقاولين بياخد نسبه. فبالتالي مفيش فرقه او نادي عنده اداره محترفه هتسيب لاعب بحجم او بمهاره امام عاشور بدون نسبه اعاده بيع، ودي حاجه ما تخصناش. او لو احنا بقى اللي وزينا مرتضى منصور ان هو يعمل كده كمان، ده احنا جامدين قوي 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 يعني. فتخيل هذه الصفقه اللي انت بعتها من غير نسبه اعاده بيع، تخيل هذه الصفقه اللي انت مش واخدها بشكل مباشر منك انت، تخيل هذه الصفقه اللي هي اللاعب مش ابن من ابناء ناديك ولا ابن من رموز النادي ولا 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 عملت كميه الهاله دي لمجرد ان هو راح للمنافس المباشر القديم. بيراميدز هو منافس مباشر ولكن في اخر كام سنه. ليه ده كله بيحصل؟ لمجرد صراع الضعيف. انا اسف ان انا بقول كده، بس هو ده لما انا ابقى مش قادر انافس
او مش قادر يعني اقاوم، او عندي المقاومه ان انا عندي قدرات تنافسيه مع الفريق المنافس ليا بشكل اساسي، هتبدا عمليه، انا اسف في اللفظ، الهرتله، ان انا اقول اي كلام، اي كلام يتقال، زي اليومين دول افكار او فكره مبادئ النادي الاهلي اللي كله عمال يخبط فيها، معتز الشامي وخالد الغندور واسامه حسن ومش عارف ايه. يا جماعه هو انتوا اصلا بتعترفوا بمبادئ النادي الاهلي؟ معلش يعني، هو انتوا اصلا عندكم اعتراف بهذه المبادئ؟ خلاص انتوا مالكم؟ هي مبدئيا مبادئ النادي الاهلي اللي يعني كل الناس كلها قالتها بدل المره 2 و3 و10. مبادئ النادي الاهلي على ابناء النادي الاهلي. الاهلي فوق الجميع من ابنائه، كل ده يخص اداره ومشجعين واعضاء ولاعيبه ومدربين النادي الاهلي، ملهاش اي علاقه بحد خارج اطار النادي سواء اداريا او تشجيعيا او لعبا. فبالتالي حاجه ما تخصكش، صح غلط، وكل عارف ان انا ضد صفقه امام عاشور لاسباب كتير جدا مش في حل احنا نتكلم عليها دلوقتي، ولكن ان انت بقى تبدا تستخدم هذه السياسه الضعيف لزعزعه جمهور او زعزعه اداره استقرار النادي الاهلي، ده ما بيعملش زعزعه، وهو ده اهم ما انا عايز اقوله المره دي او النهارده عايز اتكلم فيه. احنا بقينا نلعب على قصه الفتن، هي دي بقت الماساه الكبرى دلوقتي. انت بتلعب على الفتنه لما تبقى انت عندك مشكله رئيسيه ان انت لاعب كبير جدا واحد نجوم خط الوسط في مصر وليه تاثير مباشر السنين اللي فاتت مع الزمالك بشكل ايجابي، وتيجي تبيعه من غير نسبه بيع. انت المفروض تحاسب اداره ناديك، مش تحاسبني انا. انت بتحاسبني انا ليه؟ انا مالي؟ انا كنادي اهلي مالي؟ لعيب كبير وفنيا رائع بحجم امام عاشور معروض للبيع او مش عايز يلعب في الدنمارك، انا دخلت زي اي واحد اشتريته. انت بقى كنت فين عشان ترجع ابن اولاد ناديك؟ وكنت فين اصلا وانت بتبيعه لما تبيعه من غير نسبه اعاده بيع؟ وجيت حاسبني انا؟ حاسب نفسك الاول، ما تحاسبنيش انا اتحاسب على حاجه ثانيه. جمهور يحاسبني، الجمهور يحاسب الاداره اذا كان امام عاشور ده فنيا مناسب مش مناسب. مبادئ النادي الاهلي ان احنا نجيب واحد تطول على رموز النادي الاهلي وهو بره النادي، والقصه دي انا برضو انا واحد مش متقبلها، جنبي اهلاوي متقبلها برضو، مننا فينا احنا احرار. لكن انت روح حاسب نفسك الاول، روح حاسب فرقه كان فيها لعيبه على المستوى الفردي رائعين وفيهم مشاكل على المستوى الجماعي نتيجة عدم الاستقرار الفني اللي انت برضو السبب فيه وادارتك. لما يكون عندك ساسي، بن شرقي، مصطفى محمد، طارق حامد، وكان معاهم شيكابالا لسه يعني كخبرات موجودة، وايه وزود بقى عندك ابو جبل والونش، مش يعني عندك فرقه تقيله جدا على المستوى الفردي عندها مشكله على المستوى الجماعي. هذه المشكله لم تحل رغم تعدد الادارات الفنيه. ليه؟ عشان مفيش اداره محافظه على استقرار الاداره الفنيه للنادي. وبلاش بقى الكلام العرض بتاع المسحه اتضربت ومش مسحه اتضربت بتاعت نهائي القرن والكلام لهبل اللي بيتقال، ولا ضربوا استقرار النادي بسحب مرتضى منصور. سحب مرتضى منصور ده لاي واحد زملكاوي عاقل هو في مصلحه الزمالك. اصلا انا رحت لمرتضى منصور قلت له والنبي تعالى اشتمنا عشان تتوقف. انهي منطق وانهي عقل يخلي اللي بيحصل ده دلوقتي يحصل؟ انت وصلت لمرحله عندكم من الاكاذيب البشعه، من الاكاذيب البشعه. النهارده انا سمعت او امبارح عفوا انا سمعت الكابتن المبجل خالد الغندور طالع بيتكلم ان كابتن محمود الخطيب كان زمان اللي هو صاحب المبادئ واللي هو شايف ان هو يعني ضرب المبادئ في مقتل لما تعاقد مع امام عاشور، هو اصلا ضرب المبادئ في مقتل من زمان، وان هو طول عمره مش صاحب مبادئ ولا اخلاق. وراح جايب فيديو مش عارف من التسعينات ولا الثمانينات بيتكلم فيه ان الكابتن محمود الخطيب بيقول ان هو عادي ان اي لاعب يستخدم ذكائه ان هو يحصل على ضربه جزاء. فراح كابتن محمود خطيب قال لمفيد فوزي، قال له استاذ مفيد فوزي، قال له ده شيء مفيد جدا، ده اللاعب بيمثل وده وياخد ضربة جزاء مش من حقه، ده بيفيد فرقته وده شيء مطلوب على فكرة. ده كابتن محمود الخطيب هو شايف كده. ويشاء السميع العليم ان انا ادور على اصل الفيديو ده
وادور على كابتن محمود الخطيب قال كده ولا لا، الاقي حوار في برنامج اسمه حديث المدينه، حوار كامل وجمله كامله اتقالت اتجزأت منك يا خالد يا غندور عشان برضه تعمل غاغه. ضربة الجزاء الذكية اللي بيقع فيها، أنا عايز أعرف شهادتك وهي شهادة ذات قيمة. هو فاروق مفيش شك ان طبعا دي برضه من ضمن الحاجات اللي المفروض اللاعب يتصل بيها، ان يكون عنده ذكاء امتى يقع بالظبط، امتى حتى لو يمثل الوقوع. يعني مثلا واحد يكون ماشي بكوره وحاسس ان الكوره دي طولت منه فيروح عامل تمثيليه. دي مفيده فرقته، مش عيب. دي موهبة، هي مفيش شك طبعا، خفه حركه وبتاع، لكن موهبه ضربه الجزاء وتمثيله فيها او ان هو الحصول عليها مفيش شك ان. وان مقدم البرنامج ساعتها تقريبا مفيد فوزي بيساله ايه رايك في استخدام ذكاء، خد بالك من الكلمه دي، الكابتن فاروق جعفر في الحصول على ضربه الجزاء، بدل بقى كابتن محمود الخطيب يعمل فيها بطل وازاي ومش ازاي وهو اهلاوي وكابتن فاروق زملكاوي ويعمل فيها النصر يعني يعني صاحب النصر الهمام، وان انا لا ازاي ده غلط وده كذب وده تدليس وده تحايل، ما قالش كده. احترم زميله الزملكاوي وجابها بشكل شيك، وقال لك في بعض الاحيان اللاعب بيستخدم ذكائه ان هو يفيد فرقته. هو ده اخلاق ومبادئ النادي الاهلي اللي طبيعي ممكن بعض التصرفات تكون عكس هذه المبادئ، لان احنا في الاخر بشر وكل البشر مش بنعمل كل حاجه صح، عندنا حاجات صح وعندنا حاجات غلط. لكن ان انت تتحايل وتدلس وتجذب لإثارة الفتن لمجرد ان انت مش عايز تقول ان المشكلة الرئيسية عند إدارة ناديك، دي مشكلتك انت، ما ترميهاش عليا انا. بلاش ترمي مشاكلك على غيرك، بلاش ترمي مشاكلك على غيرك. انت النهاردة جاي بتحاسبني انا على تصرفاتي انا، على مبادئي انا، انت مالك ومالي انا. ما تحاسب لاعيبتك اللي عماله تهرب، حاسب لاعيبتك اللي ما بتقاتلش في الملعب، حاسب مجلس ادارتك اللي عمال سايب رئيسه عمال يطيح في الناس ويشتم، عشان كده اتعزل بدل المره 10 ومحدش قادر عليه وعمال برضه يعمل في مؤتمرات. بتحاسب مين؟ بتحاسب انا مالي؟ هو المفروض ان انا اشوف لك رئيس نادي محترم، اشوف لك مجلس اداره بيكون له قرار قوي، مش مجرد بيسلم وبيسقف لكلام رئيس النادي. اشوف لك مدرب قوي وخلي مجلس الاداره يستقر عليه ويديله الاستقرار الكامل وجميع الصلاحيات. المفروض ان انا احافظ لك على لعيبتك واقعدها لك، المفروض ان انا احط لك نسبه اعاده بيع للاعيبتك، المفروض ان انا اللي اخلي لعيبتك تسترجل في الملعب، المفروض ان انا اللي اعمل ايه. انا مشجع اهلاوي، مالي ومالك؟ بتدخلني في مشاكلك الشخصية ليه؟ بتثير الفتن وتزود التعصب بين الأندية والجمهور الأندية ليه؟ كنت فين وأصغر 2 لعيبة مستقبل عندك ولاد رموز النادي بيمشوا من النادي؟ كنت أنت فين؟ بتقول إن أنا قلت عكس الكلام ده على الأستاذ معتز الشامي ميزو الدجال. اصل انتوا ساعه اسمه ايه دوت رمضان صبحي قلتوا عليه خاين. لا، ما حدش قال عليه خاين، مع الوضع في الاعتبار ان الوضع مختلف خالص. هي يا كابتن معتز الوضع في الاعتبار ان الوضع مختلف خالص. انا جبت رمضان صبحي من بره وهو قاعد احتياطي ومستواه عمال ينزل، ودفعت فيه فلوس اعاره كابن من ابناء ناديه علشان احافظ عليه، ورجعته لمستواه تاني. قام هو سابني ومشي، وبرضه ما حصلش كميه الغاغه دي. لكن هنا انت سبت لاعب مهم عندك بدون نسبه اعاده بيع، واللاعب عايز يرجع مصر وانت اصلا معكش فلوس عشان كل فلوسك رايحه في السمسره والحاجات دي كلها. انت بتقول ان محمود كهربا انت استفدت منه ماديا، وان مرتضى منصور هو يعني البطل الهمام في الاقتصاد، وان انت اشتريته ب7 مليون جنيه وقعدته مرتين ب3 4 مليون دولار. طب فين الفلوس دي؟ فين ال 3 مليون؟ فين ال 3 مليون دولار ونص اللي اتدفعوا في امام عاشور؟ فين الفلوس دي كلها؟ انت كده منها؟ ما تروح تحاسب الناس. انت بتقارن ايه بايه؟ روح حاسب ناسك، روح حاسب ناسك ومالكش دعوه بمبادئ النادي الاهلي. لا، لما تطلع تقول
اصل كان بيعملوا كده ايام رمضان صبحي ودلوقتي لا. لا، انا اللي جبت رمضان صبحي من بره بعد ما قعد احتياطي عشان اقومه، لكن انت اللي بعت واحد بدون نسبه بيع هو قوام فرقتك. الفرق شاسع جدا، الفرق السما من الارض. ما تقارنش دي بدي. وبعد كده تقول لي اصل المبادئ وجايب صوره كابتن حسام عاشور. حسام عاشور غلط غلطه كبيره جدا جدا في حق النادي الاهلي، في وقت كان قمه التوتر موجود جوه النادي وما كانش ينفع. فبلاش اللعب من تحت الترابيزه عشان لمجرد ان انت تشيل الغلط من عليك وترميه على حد تاني. الكلام ده طبعا مكمل كلامي على الاستاذ معتز الشامي اللي عامل فيها المثقف الهمام، بس عمال يرمي كلام هو مش فاهم معناه. وهو قال كلام كتير جدا، وانا ما بحبش اتكلم على حد، وعارفين في القناه مش اتكلم على حد، لكن الموضوع فاق الحد الصراحه يعني. ده ياما قال كلام وما حصلش، سواء في موضوع كهرباء ولا موضوع عبد الله السعيد ولا موضوع المشاركه في بطوله افريقيا ولا كل الكلام ده كله قال فيه كلام كتير كله طلع غلط. روح بقى شوف ناديك وشوف الافلاس اللي بيحصل وشوف الفلوس راحت فين وشوف اللخبطه وشوف اللعيبه اللي بتهرب وشوف شوف شوف ومالكش دعوه بالنادي الاهلي. ما تطلعش تقول لك اصل العفريت مش العفريت. خالد الغندور طلع يتنطط على القناه يقول لك عم العفريت اصل المغرب لسه واصله كاس العالم فادفع لها 40 مليون جنيه. طريقه سوري في اللفظ رخيصه جدا في ان انت ترمي المشكله اللي عندك، يا اما الدوله يا اما الحظ يا اما طريقه سيئه جدا وسخيفه جدا. وكله عارف ان انا اصلا ضد صفقه امام عاشور لحاجات كتير جدا، ولكن في الاخر مجلس الاداره عملها صح غلط، هو هيتحاسب على الصح والغلط. مفيش حد كامل، محدش فينا كامل. مش معنى ان انا بسند مجلس ادارتي يبقى انا موافق على كل قراراتهم، لكن في الاخر هو مجلس ليه انجازات. دخل 6 بطولات السنه دي، خد 5. خلاص بنك انجازات. عنده غلطه 2 3 4، ما هو محدش ملاك، احنا مش عايشين في الجنه.